برج الجوزاء يا برج الجوزاء، 7 حاجات لازم تعملهم في شهر رمضان هيغيروا حياتك نهائي. ولازم تقف قدام الفيديو ده بدل ظهرلك، لان الفيديو ده جايلك مخصوص انت عشان يوصلك رسالة من عند ربنا. ولو بتؤمن برسائل القدر يبقى الفيديو ده عشانك، والسبع حاجات اللي انا هقولهم في الفيديو ده لازم تعملهم. واحفظ الفيديو ده عندك عشان تعمل الحاجات اللي انا هقولها لك. ما ينفعش بدل سمعتها تهرب منها، واوعى تهرب من الفيديو بقى من بداية، ها؟ وصلى على النبي. وتعالوا يلا كده نقول اول حاجة المفروض ان انت تعملها ايه يا برج الجوزاء. اول حاجة ادعي ربنا كل يوم بنية واضحة. اهم حاجة نيتك يا برج الجوزاء. ودايما اقول اللهم غير حالي لاحسن حال، وريح قلبي وحقق لي ما اتمنى، واكتب لي الخير اينما كان. ليه بقى تقول الدعاء ده؟ لان الدعاء ده بيغير القدر. انت متخيل ان دعاء يغير لك قدرك؟ دعاء هيغير قدرك وبيطمن القلب. ولما نيتك تبقى واضحة ربنا بيفتح لك ابواب ما كنتش متخيلها وكانت مقفلة في وشك. فتخيل كمان، يعني دعاء هيغير قدرك والابواب المقفلة في وشك هتفتح من جديد. تاني حاجة لازم تعملها ان انت تنظم يومك بين العبادة والراحة. ليه؟ لان العشوائية بتضيع طاقتك، لكن لما يومك يبقى منظم هتحس براحة نفسية وتركيز اعلى في العبادة وفي حياتك كمان الشخصية. والله زي ما بقولك كده. تالت حاجة واهم حاجة ان انت تقرأ قرآن او اذكار يوميا حتى لو وقت بسيط. احنا لازم نختم القرآن شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ليه بقى؟ لأن الذكر بيهدي القلب، بيشيل القلق والتوتر، وبيخلي يومك كله بركة وهدوء. يعني تخيل حاجة بسيطة تخلي يومك جميل. رابع حاجة سامح أي حد زعلك. سامحه. ليه؟ لأن الزعل والتفكير بيستهلك من طاقتك، والتسامح بيحرر نفسيتك. وبيفتح لك باب راحة كبير جدا. صدقني، يعني انت هتسامحهم، بس انت هترتاح نفسيا بدل العذاب اللي انت فيه. 5 واهم حاجة، لانك لسانك على طول متبري منك وبتقول كل حاجة بتحصل لك، ما تحكيش كل خططك للناس. ليه؟ لان مش كل الناس نيتها صافية، ولما بتشتغل في هدوء وتركيز نجاحك بيبقى اقوى وازيد بكتير من ان انت تشتغل على الفاضي. فهمني طبعا. 6 ابدأ عادة جديدة مفيدة يوميا، زي رياضة خفيفة أو قراءة أو دعاء قبل النوم. ليه؟ لأن رمضان أفضل وقت تبني فيه عادة تستمر معاك طول السنة وتغير أسلوب حياتك. والله زي ما بقولك كده. اللي بعده 7 خليك قريب من ربنا بقلبك وكلامك. ليه؟ لأن القرب الحقيقي من ربنا بيملى قلبك، بيملاها طمأنينية وراحة. وده أكبر تغيير ممكن تحسه في حياتك، إن أنت قلبك يكون مرتاح وقريب من ربنا. رمضان فرصة بداية جديدة ولازم تستغلها صح. ولو استغلتها صح والتغيير بدأ من جواك هتعيش باقي حياتك في سعادة وهنا، وحاجات كتير هتتغير في حياتك. وكفاية ان قدرك هيتغير والابواب المقفلة في وشك هتتفتح من جديد. مستني ايه؟ سيف الفيديو ده عندك وابدأ من دلوقتي اعمل ال7 حاجات ديت وقولي انت بتعمل منهم ولا لا. ويلا خلص الكلام. سلام.